السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والتي نستهلها بأهم العناوين. مجلس القاشبركة يعقد اجتماعه 22. المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال يعقد اجتماعه الدوري السادس. مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي يدعم أسر الشهداء والأسر المحتاجة. الأولى منذ 15 عاما وزير الخارجية السعودي يصل لبنان. في زيارة رسمية ترامب يعتزم تقليص عدد القوات الأمريكية في أوروبا. الأمم المتحدة تسعى لجمع 910 ملايين دولار للأزمة الإنسانية في نيجيريا. إلى التفاصيل. عقد مجلس إقليم القاشبركة اجتماعه الدوري 22 في 23 من يناير، وأكد على العمل بقوة للدفع بدور الأعضاء المجلس لإنجاح برامج العام 2025. وأوضح رئيس المجلس الأستاذ عثمان محمد علي أن المجلس يتابع بشكل جدي تنفيذ القرارات والتوصيات التي صدرت في جلساته السابقة، ويتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لتصحيح أوجه القصور، مشيرا إلى تقوية اللجان المشكلة على مستوى الإقليم في التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافة والتراث، وتعزيز دور الأعضاء في تنفيذ البرامج. وقيم الاجتماع البرامج المنفذة بأقسام إدارة الإقليم في العام 2024 مع تحدياتها، موصيا على العمل لإيجاد حل لمشكلة المواصلات والسيطرة على التجارة غير القانونية والإسراع في مشاريع مياه الشرب المتأخرة ودعم أنشطة النفير بلا آليات. وذكر حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروري أن الجهود تبذل لحل إشكالية المواصلات، داعيا أعضاء المجلس إلى القيام بدور ريادي في تنفيذ البرامج التنموية والأمنية التي وضعتها إدارة الإقليم هذا العام، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى ضمان توسيع الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والعمل على رفع الوعي الأمني. وأوصى المجلس على المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية والشعب في التصدي والتنمية، وإعطاء الأولوية لبرامج التنمية والأمن والحد من قطع الأشجار وحرائق الغابات، وعقد منتديات لتحسين جودة التعليم ومشاركة الطلاب، ومكافحة ظاهرة زواج القاصرات وغيرها من العادات البالية. عقد المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال الإريتريين اجتماعه الدوري السادس في 23 من يناير الجاري بمصوع تحت شعار مجتهدون دوما للتنمية. وقرر المجلس المركزي خطة عمل 2025 وأصدر إعلانا نهائيا بعد مناقشة تقرير العام 2024 الذي قدمه النائب الأمين العام للكونفدرالية سيد كبراب كيداني. وحسب تقارير الكونفدرالية للعام 2024 عقدت أكثر من 200 ندوة واجتماع ركزت على دور العمال في بناء الوطن والموارد الطبيعية والبشرية الإريترية، وأهمية تعزيز التنظيم وتاريخ الحركة العمالية الإريترية ودورها في النضال الوطني، إلى جانب عناوين أخرى ذات صلة. وتم إجراء دورات تدريبية متعلقة بالمرأة العاملة ركزت على العمل ومكان العمل في أقاليم الأوسط وعنسبة وشمال وجنوب البحر الأحمر، والتي تطرقت إلى مشاكل الأمهات العاملات بعدم وجود خدمات حضانة داخل المؤسسات التي عملنا بها، كما تمت دراسة كيفية حل هذه المشكلة ووضع خطط تنفيذ في العام 2025. وتم تدريب حوالي 100 شاب من قدموا من شمال وجنوب البحر الأحمر في 3 مجالات، كما تم تخريج 389 موظفا من المؤسسات النشطة في مدينة مصوع في 4 مجالات. وأوضح التقرير أن أكثر من 700 موظف تلقوا تدريبات في الحرفة اليدوية والسياحة وتقنية الحاسوب والشبكات وتربية الدواجن والنحل والخياطة، إلى جانب مهن أخرى بتجهيز كل اللوازم التدريبية والإدارية والتنظيم وتقديم الدورات المذكورة.
وفيما يخص بالعلاقات الخارجية تم توضيح إلى مشاركة الكونفدرالية في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الثنائية مباشرة ولقاءات عبر الاتصالات الإلكترونية من حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي وممثلي النقابات العمالية واتخاذ مبادرات لإقامة علاقات جديدة. وفي الختام قام الوفد بزيارة مصنع البلاستيك والتعبئة وميناء مصوع ومسجد الصحابة الأثري ومتحف شمال البحر الأحمر ومطار مصوع الدولي. قال مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي أنه نفذ برامج رعاية اجتماعية مختلفة بتكلفة تزيد عن 57 مليون نقفة في العام 2024، وذلك خلال تقييم أجراه المكتب في منطقة يوم 23 من يناير. وأفاد مسؤول المكتب السيد هايلي جورا ميكيل أن برامج الدعم والرعاية تهدف إلى تحسين سبل العيش المحتاجين بشكل عام وأسر الشهداء والأيتام بشكل خاص. وبحسب التقرير تم دفع حوالي 51 مليون نقفة لأسر الشهداء وتقديم حوالي 1 مليون نقفة كمساعدات مالية ومساعدات عمالية على مستوى المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم مواد دراسية ل 1185 طالبا محتاجا وتوزيع أكثر من 3.8 مليون نقفة التي تبرع بها المواطنين المقيمون بالمهجر على حوالي 1000 أسرة من أسر الشهداء. كما تم تأهيل 104 أسرة محتاجة في 12 مديرية بالماشية والتجارة المصغرة. وأوصى المشاركون بتنظيم حملات التوعية لتوعية كل عامل وصاحب عمل بقانون العمل بحيث تتابع الاتفاقيات بين الطرفين إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن تكون عملية تأهيل الموظفين مبنية على الأبحاث. وأخيرا ذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفى سلاسي بضرورة تصحيح الثغرات في تنفيذ برامج العمل وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية وفروع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية. خرجت مفوضية الثقافة والرياضة 56 شابا بعد تأهيلهم بمختلف الدورات الفنية والإدارية في 24 من يناير. وتم تدريب 10 شباب من الخريجين بآلات الموسيقى التقليدية لمدة 3 أعوام، و22 شابا على فنون الرقص لمدة 3 أشهر، و24 آخرين في إدارة الوثائق لمدة 3 أشهر. وأعرب مفوض الثقافة والرياضة السفير زمر التقلع عن أمله الراسخ بأن المتدربين سيساهمون بإخلاص في مهامهم الفنية والاجتماعية نتيجة المعرفة التي اكتسبوها. وقدم المدربون الشكر لمفوضية الثقافة والرياضة على مبادرتها وأشادوا بالاهتمام الذي أبداه المتدربون. وأكد مسؤول قسم الإدارة والمالية بمفوضية الثقافة والرياضة المقدم سميل سقاي أن التدريبات ستشجع على الأنشطة الثقافية والإدارية بالإضافة إلى تنظيم دورات مماثلة مستقبلا. وأقيم بالمناسبة الإفصاح عن كتاب الآثار الذي يتضمن 131 صفحة ويحتوي على 17 مقالا مختارا. أفاد مسؤول مركز أصمات الصحية الممرض هاشم جماع إن عدد المستفيدين متضاعف نتيجة الحملات التوعوية المنتظمة، إلى جانب إقبال الأمهات للوضع في المراكز الصحية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الأمومة والطفولة. وأوضح أن عدد الأمهات اللاتي يتلقين الرعاية الصحية ما قبل الولادة في العام 2024 ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفا في الوقت نفسه بأن حالات الإصابة بمرض الملاريا ارتفع بشكل طفيف في الآونة الأخيرة، لكن لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب المرض نتيجة ارتفاع الوعي العام. وأخيرا ذكر الممرض هاشم أن المركز الصحي بدأ إجراء اختبارات للأمراض التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان بفضل المعدات المخبرية المتكاملة التي جهز بها المركز. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بإقليم جنوب البحر الأحمر لقاءً للمناقشة حول تعزيز المنظمات النسائية في مدينة عصب في 22 من يناير الجاري.
وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سعدية إبراهيم الوضع الحالي للاتحاد والأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتعزيز تنظيم وقدرات المرأة. كما أشادت بجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان صحة الأم والأطفال والقضاء على الممارسات الضارة وزيادة مشاركة المرأة في التعليم. واختتمت السيدة سعدية كلمتها بالتذكير أن التنسيق بين كافة الجهات المعنية أمر ضروري لتعزيز أنشطة الفرع ونقل قيم الاتحاد إلى الأجيال الجديدة من الأعضاء. واقترح الحضور ضرورة بذل جهود متضافرة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم وبذل جهود جادة لتنظيم أعضاء جدد. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان هي الأولى من نوعها على مستوى وزير الخارجية منذ 15 عاما. وعقب وصوله توجه الأمير فيصل بن فرحان إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون. وخلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال الأمير فيصل بن فرحان: بحثت مع الرئيس جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبها الشقيق، كما عرضت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزمته. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى بيروت رسالة أمل، وأضاف: نأمل أن تزداد العلاقات الثنائية قوة في كل المجالات. أفادت وكالة أسنا الإخبارية الإيطالية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم سحب 20,000 عسكري أمريكي من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك ينوي ترامب تحميل الدول الأوروبية بعض نفقات العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون في أوروبا، لأنهم بحسب اعتقاده يشكلون عامل ردع ولا يجوز أن تقع تكاليف تواجدهم على عاتق دافعي الضرائب الأمريكيين. وذكرت الوكالة بأن ترامب طالما تحدث عن هذا الوضع وأعرب عن رغبته خلال هذه اللقاءات مع مختلف قادات الاتحاد الأوروبي. ووفقا للوكالة، في حال تم تطبيق فكرة ترامب فسيتم تقليص وجود القوات الأمريكية في القارة بنحو 20% في إطار مراجعة الالتزامات الأمريكية بالدفاع عن أوروبا. أظهرت وثائق أن الأمم المتحدة ستناشد بجمع 910 ملايين دولار للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا التي كانت في قبضة التمرد منذ العام 2009 وضربتها الفيضانات العام الماضي. وأظهرت وثائق الأمم المتحدة التي اطلعت عليها رويترز أن 7.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في الولايات الثلاث الشمالية الشرقية، وتهدف الأمم المتحدة إلى مساعدة 3.6 مليون منهم. وأظهرت الوثائق أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأكثر تكلفة في غرب ووسط أفريقيا، متقدمة على تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر. كما تكافح نيجيريا أزمة تكلفة المعيشة التي شهدت تسارع تضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب من 3 عقود، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وينتظر إشارات من واشنطن. وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: بوتين مستعد وننتظر إشارات من الولايات المتحدة. ورفض ما قاله ترامب أن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكدا أن هذا النزاع ليس رهانا بأسعار النفط. كما دعا الكرملين الولايات المتحدة إلى البدء بمفاوضات لنزع السلاح النووي في أسرع وقت بعد أيام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.
وقال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر أنه يريد استئناف محادثات خفض الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن، في رد على تصريحات أدلى بها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. تذكير بالعناوين مرة أخرى. مجلس إقليم الكاشبركة يعقد اجتماعه 22. المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال يعقد اجتماعه الدوري السادس. مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي يدعم أسر الشهداء والأسر المحتاجة. الأولى منذ 15 عاما وزير الخارجية السعودي يصل لبنان في زيارة رسمية. ترامب يعتزم تقليص عدد القوات الأمريكية في أوروبا. الأمم المتحدة تسعى لجمع 910 ملايين دولار للأزمة الإنسانية في نيجيريا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.